الجنيه المصري ارتفع أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و29 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم اللي بتقدم لكم آخر أخبار الاقتصاد وأسعار الدولار أول بأول. تعالوا نشوف مع بعض سعر الدولار النهاردة في بداية التعاملات اليوم. سعر الدولار النهاردة قدام الجنيه المصري مستقر في أغلب البنوك، وسجل في البنك المركزي حوالي 47 جنيه و29 قرش للشراء، 47 جنيه و42 قرش للبيع. وفي البنك الأهلي وبنك مصر السعر وصل 47 جنيه و32 قرش للشراء، 47 جنيه و42 قرش للبيع. أما في بنك قناة السويس حيث سجل الدولار 47 جنيه و34 قرش للشراء، 47 جنيه و44 قرش للبيع. نفس المستوى تقريبا سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 47 جنيه و32 قرش للشراء، 47 جنيه و42 قرش للبيع. بشكل عام الدولار مستقر ومفيش تغيرات كبيرة، والكل منتظر أي جديد من البنوك أو تحركات عالمية تؤثر على سعر الصرف. لو حابب تتابع أسعار الدولار وإزاي أول بأول، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد أول ما ينزل. سلام.